كلمة كتير مننا بيستخدمها لوصف حد بطيء في الفهم، بس واضح ان الكلمة دي ممكن نرجعها قريب قوي، وهي كلمة بقرة. انا كطبيبة بيطرية حابة اقول لكم ان الافكار اذكى بكتير مما احنا متخيلين. في جامعة فيينا للطب البيطري فريق من علماء الاحياء انبهروا بسلوك بقرة اسمها فيرونيكا، لدرجة انهم بدأوا يعيدوا التفكير في نظريات قديمة عن القدرات العقلية للابقار. فيرونيكا وعندها 13 سنة اتصورت وهي بتستخدم ادوات عشان تهتم بنفسها او تعمل جرومينج زي ما بنسميه في الطب البيطري، زي مكنسة يدوية بتحك بيها ظهرها وبطنها. والاغرب ان المهارة دي مش وليدة اللحظة، الباحثين لاحظوا ان فيرونيكا من وهي صغيرة كانت بتستخدم عيدان واغصان شجر علشان توصل لاماكن صعبة تحكها. عالم الاحياء من جامعة الطب البيطري في فيينا بيقول ان استخدام الادوات في الطبيعة كان معروف تقريبا عند حيوانات قليلة جدا زي قردة الشمبانزي في الكونغو اللي بتستخدم اكتر من اداة علشان تصطاد النمل الابيض، لكن فيرونيكا كسرت القاعدة دي. العالم بيشرح ان فيرونيكا لما كانت بتستخدم طرف المكنسة كانت بتحركها يمين وشمال بنفس الطريقة اللي اي واحد فينا بينظف بيها البيت، ترفع وتحط وتسحب، لكن لما استخدمت مقبض المكنسة كانت اهدى وادق وتنكش وتزق بهدوء. فيرونيكا مش بس بقرة ذكية، دي رسالة لينا كلنا ان الحيوانات عندها قدرات عقلية وسلوكية اعقد بكتير مما احنا متخيلين، ويمكن حان الوقت نغير نظرتنا ليهم. كنت معكم انا بثينة سلام، والى اللقاء.